بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير ويجعل ايامكم كلها خير، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده هنعمل وصفة سهلة جدا وبسيطة، مش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود. لو ما عندكيش عيش هتعملي عيش ممتاز جدا وجميل، وهنشوفه دلوقتي بسهولة. قبل ما نبدأ الوصفة هنقول الدعاء: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم امين يا رب العالمين. الوصفة النهاردة معانا مش هنعمل كمية كبيرة، هنعمل كمية صغيرة. هنجيب نص كيلو من الدقيق، دقيق ابيض منخول متعدد الاستخدامات او دقيق ابيض عادي مفيش مشكلة. وهنجيب معلقة خميرة ونص كوباية من الزيت، ومعانا معلقتين من السكر. هنحط الطريقة: هنحط السكر، المكونات الجافة كلها مع بعضها، الخميرة وذرة الملح والسكر على الدقيق، وهنبدأ ان احنا نحركهم تحريكة كويسة. وبعد كده نحط الزيت بتاعنا ونقلب كويس، وبعد كده ننزل بالمية شوية شوية لما نعمل عجينة متماسكة جدا، وعجينة يعني طرية بحيث ان هي تتفرد معانا بسهولة. زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت الزيت اهو، وهقلب كويس اهو، هقلب كويس جدا. وهبدأ اللي انا انزل بقى بالمية السخنة، مية دافية يعني، عشان الخميرة تشتغل والمقدار بتاعي يبقى كويس. بسيب شوية دقيق عشان ابطط عليهم او افرد عليهم. وبعد ما اخلص اسيب العجينة بتاعتي تخمر شوية، وبعدين ابدأ ابططها رغيف رغيف بالحجم اللي انت عايزاه على حجم الطاسة بتاعتك، لان ده عيش على الطاسة يا جماعة، مش بياخد ولا وقت ولا مجهود، وبيدينا النتيجة حلوة وان شاء الله يعجبكم. هنزل بقى بالمية الدافية بحيث ان انا اعمل عجينة لينة. هنزل بالمية بتاعتي كده شوية شوية بالتدريج كده، واقلب كويس لغاية لما اعمل عجينة لينة يا جماعة. انا حاطة مية دافية عشان تخمر معايا على طول وما تاخدش مني ولا وقت ولا مجهود. حط كمان شوية مية زي ما العجينة الدقيق بتاعك هياخد مية. المهم نعجنها عجنة كويسة ونسيبها تخمر مدة لا تقل عن ساعة ونص عشان تخمر كويس معايا. وبعد كده هفردها واعملها الأرغفة بالشكل اللي انا عايزاه، وان شاء الله تدينا نتيجة كويسة. يعني ما بتاخدش مننا ولا وقت ولا مجهود، وسهلة جدا وبسيطة. هبدأ ان انا اعجن العجينة بتاعتي بقى، اظبطها كده بايدي بالعجن اهي، عشان طبعا اجمع العجينة وتبقى مظبوطة ان شاء الله. الفكرة ان انت ما بتحتاجيش فرن، الفكرة كلها في انك بتعملي العيش ومش بتحتاجي الفرن. العجينة كده بقت كويسة معايا اهي زي ما انتوا شايفين، هعجنها كويس وهسيبها تخمر في اي مكان كده، اغطيها واسيبها تخمر ان شاء الله تبقى معانا ممتازة اهي زي ما انتوا شايفين اهي. عجينة كده هسيبها بقى تخمر، وان شاء الله باذن الله هرجع لكم بعد الخمر وابدا ابططها واحده واحده كده رغيف رغيف، ومش هتاخد مننا ولا وقت ولا مجهود. وعلى الطاسه هعمل العيش بتاعي سريعا، وهتشوفوا الفكره اكتر من رائعه ان شاء الله تعجبكم وتنور رضاكم. طبعا لازم اعجن كويس زي ما انتوا شايفين كده اهي. العجينه بتاعتي اهي ممتازه جدا اهي، وما خدتش مننا ولا وقت ولا مجهود. زي ما انتوا شايفين العجينه اهي يا جماعه، بصوا ممتازه جدا اهي. هسيبها بقى تخمر وان شاء الله ارجع لكم تاني بعد ما تخمر بامر الله. اهم حاجه تعجنيها كويس عشان ما يبقاش فيها اي حاجه ما خدتش راحتها في العجينه. العجينه ناعمه اهي وممتازه جدا واكتر من رائعه، وهتشوفوها بقى لما يطلع الأرغفة واحنا بنعملها على الطاسة. مش بتحتاج مننا اي حاجة، هو النار وطاسة تكون تيفال او اي طاسة عادية ما تلزقش فيها العجين. وهنحط رغيف رغيف وعلى النار هينتفخ معانا، نقلبه على الناحية التانية ونفس الحكاية لغاية ما نخلص العيش بتاعنا.
انا كده العجينه بتاعتي بقت اكتر من رائعه وممتازه اهي زي ما انتم شايفين وملساء جدا. هسيبها بقى تخمر وارجع لكم تاني بعد الخمر. العجينه اهي يا جماعه كده ارتاحت معايا، ارتاحت شويه حلوين وبدات ان هي ايه تنتفخ كده وتبقى ممتازه زي ما انتم شايفين. طبعا انا مش عايزاها تخمر على الاخر لان لسه هسيبها بعد ما افردها هسيبها ترتاح تاني. يبقى انا بعد كده ايه هقطعها واسيب كور كده صغيره على قد الطاسه، ما اكبرش الكور بتاعتي. اطلع بس الهواء من العجينه وابدا اللي انا ايه اقطعها. قطعيها بقى بالشكل اللي انت عايزاه. انا هعمل كور صغيره عشان الوك ما يبقاش كبير قوي. اهو كور بالحجم ده. هرش شويه دقيق واحط الكور بتاعتي ايه زي ما انتوا شايفين كده لغايه لما اخلص المقدار كله. هقطع الكور بتاعتي كلها واسيبها ترتاح شويه وبعد كده هبدا اللي انا ايه ابططها رغيف رغيف اهي. مش هتاخد مننا اي وقت ولا اي مجهود. اهم حاجه الكرة ايه احاول انه يكون مقاس واحد العيش كله. اللي بتلزق معاكي حطي شويه دقيق اما تلزق شويه دقيق واكمل العجينه بتاعتي كلها لغايه اما اخلص المقدار كله. هاخدهم كده واحده واحده بشويه دقيق وابدا اللي انا الفها كويس كده واحط في ايه في طبق زي كده لغايه اما اكمل العجينه كلها اهي. واحده واحده كده اخدها اكورها كده واسيبها ترتاح شويه كمان وبعد كده هبدا افرد على طول واحده واحده. ان شاء الله مش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود. عجينه سهله جدا، عيش سريع وجميل جدا ممتاز. لو ما عندكيش عيش في اي وقت تقدري تعمليه زي ما انت شايفه كده ممتاز جدا. بياخدش مننا اي حاجه، بسيط وسريع وجميل جدا ان شاء الله. بتوحشوني كتير وبتوحشني كومنتاتكم وتعليقاتكم اللي بتكتبوها الجميلة وبشكركم جدا. وكل حد بيطلب مني حاجة انا اكيد بنفذها له لان احنا نعتبر يعني كده بقينا عيلة واحدة خلاص. انا بعتبركم جزء كبير جدا جدا من حياتي. بحبكم كلكم وبحب كل الناس الحمد لله. وبنبسط لما بتطلبوا مني حاجة واقدر ان انا اعملها لكم وبحب اعمل لكم الحاجة المظبوطة جدا اللي هي يعني تريحكم في البيت وفي نفس الوقت ما تاخدش منكم ولا وقت ولا تكلفة ولا مجهود. تريحك لان دي حاجات بسيطة كلها. احنا نتعلم من بعض ومفيش حد كبير على العلام. كلنا زي بعض الحمد لله. ربنا يزيدكم من نعيم الله. هبدأ افرد بقى بعد كده زي ما انتم شايفين ان شاء الله باذن الله. انا عملت الكور بتاعتي الكورات كلها انظبطت اهيا. هعملهم ان شاء الله بقى. هبدأ اللي انا واحدة واحدة كده اخدها وافردها زي ما انتم شايفين كده. هنبدأ بقى بأول واحدة حطيناها هي دي. هنبدأ بقى ان احنا ايه نعفر كده دقيق ونبططها. حاولي ان انت تخلي الرغيف منتظم ومتساوي شكل واحد كله. لو عايزة تبططي بالرول براحتك بايديكي يعني كله متاح وكله متيسر. انا هبدأ اعفر شوية من الدقيق كده وهبدأ اللي انا ايه ابططها شوية. طلعي الرغيف بتاعك بشكل منتظم ان شاء الله يطلع معاكي كله زي بعضه بامر الله. وان شاء الله تنبسطي من الوصفة وتنال رضاكي. انا عارفة ان العيش بيبقى ساعات فيه مشكلة في العيش معانا في البيت كلنا وبيحصل معانا ده كلنا. بس عادي بنقوم نعمل شوية عيش حلوين زي دول مش هياخدوا منك ولا وقت ولا مجهود وفي نفس الوقت حاجة حلوة في البيت ليكي وللولاد. وزي ما انت شايفة كده بسيط جدا يعني ما خدش مننا اي حاجة. هنبطهم ورا بعض في السريع كده مع بعض واحنا قاعدين زي ما انت شايفة كده اهو. ممتاز جدا وجميل جدا. حاولي ان انت ما تخليش الرغيف كبير قوي عشان في الطاسة معاكي ما يقلبش منك ولا حاجة وكمان يكون مستواه حلو على قد مستوى الطاسة بتاعتك او اقل من مستوى الطاسة شوية اهو. ما خدش منك حاجة. بصي الرغيف اهو معاكي ممتاز جدا. هعمل كل الارغفة بتاعتي بنفس الطريقة. حاجة جميلة جدا والله اما تعملي لقمة عيش كده في البيت
آه، حلوة يعني ان انت ايه ما تشتريش من بره، وفي نفس الوقت بتعملي حاجة بايديكي لولادك. هتنفعك الفكرة دي في رمضان على الفطار. لو في اي وقت ما فيش عيش في السحور وفي الفطار، هتقومي تعملي العيش بتاعك بسهولة وبيسر اهو. اهم حاجة نسيبه يريح بعد ما نبططه اهو. بص الارغفة بتاعتي كلها مقاس واحد. انا هحاول اعمل كده، كل الارغفة بتاعتي مقاس واحد، ما ينفعش ان انا ايه اغير في المقاس، هو مقاس واحد كلهم زي بعض. وهسويهم على الطاسة بدون اي مجهود، هنشوف دلوقتي مع بعض. وهتقولي لي فعلا يا مس هند الفكرة دي جميلة، والعيش ده طعمه، الطعم بقى هيفرق معاكي مع شوية السكر مع ذرة الملح، هتلاقي الطعم رايح في حتة تانية. لو انت حابة بقى تعجني باللبن حبيبتي براحتك، شوية زبادي ماشي، مية زي ما انا عجنت مفيش مشكلة، كله متاح وكله متوفر، ودي حاجة بتاعتك. بس احنا طبعا بنحب ان احنا نوصل لكم الفكرة بالطريقة السليمة، عشان كمان انت تكوني راضية عن النتيجة ومبسوطة، تقولي مس هند فعلا بتعمل لنا الحاجة كويسة. ما خدش منك اي حاجة. العيش اهو زي ما انت شايفة، انا اللي بحاول اللي اوريكي بشكل سريع يعني. والله هما ما بياخدوش حاجة، هي ربع ساعة بتفردي الدقيق كله. وهتشوفي دلوقتي نص كيلو الدقيق عمل معاكي كام رغيف، يعني هتشوفي حضرتك دلوقتي ما شاء الله يعني بيرمي كتير. نص كيلو الدقيق هيفرد معاكي جامد، وهيفرق معاكي في العدد كتير. وجميل جدا بقى ان هو ايه بينفعك بقى لو الولاد رايحين المدرسة بيحبوه جدا. بتحطي فيه اي جبن، اي طعمية، اي برجر، الحاجة اللي هم بيحبوها. وان شاء الله باذن الله تعجبك الفكرة وتنبسطي منها وهتدعي لي بامر الله. انا متأكدة ان انت هتدعي لي وهتقولي فعلا مس هند عملت فكرة جميلة جدا. طبعا الحاجات دي كلها يا جماعة سهلة خالص، أبسط منها ما تتخيلي. العيش اللي هو السريع ده، عيش الطاسة السريع، جميل ان هو ما بياخدش مني مجهود، ما بياخدش مني وقت، ما بياخدش تكلفة، وفي نفس الوقت مش عاوز فرن ولا اي شيء. هكمل بقى الفرد انا بقى وارجع لكم تاني عشان ايه ما اعطلش عليكم. ما شاء الله رمى معانا عيش كتير، عمل معانا كمية كبيرة جدا ما شاء الله، النص كيلو وافر جدا. هنبدأ دلوقتي نروح على الطاسة ونسوي رغيف رغيف على الطاسة من فوق يا جماعة، هنشوف دلوقتي. انا حطيت اول رغيف اهو زي ما انتي شايفة، وهبدأ ان انا اقلبه في السريع كده وان شاء الله يبقى كويس اهو. زي ما انتي شايفة كده انتفخ الرغيف، هقلبه على الناحية التانية اهو. بصي شايفة حاجة بقى اروع من كده مش هتلاقي، يعني حاجة بصراحة ممتازة جدا، ان شاء الله تعجبكم ورضاكم بامر الله. ادي الرغيف بتاعنا اهو، بسم الله ما شاء الله، حاجة اكتر من رائعة. استوى، هحط الرغيف اللي بعده، على فكرة منفوخ يا جماعة، بصوا شايفين ما شاء الله حاجة اكتر من رائعة. وادي الرغيف الاول طلع معانا، ناخد الرغيف اللي بعده وهكذا. ادي الرغيف الاول، ناخد رغيف تاني، ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتنور رضاكم وهتنبسطوا منها كتير جدا جدا. ادي الرغيف التاني اهو زي ما انت شايفة كده، ولا اسهل من كده. بتصبري عليه كده على النار واحدة واحدة، رغيف رغيف، واللي بيطلع بتحطيه، بتديكي احلى عيش واسرع عيش، ومش محتاجة ولا فرن ولا اي شيء، هي الطاسة والعيش معاك وخلص الموضوع. شوفي انا عايزاكي تشوفي بس هينتفخ ازاي، والله ما بجري في الفيديو ولا اي شيء. العيش خمران وطبعا ممتاز جدا زي ما انت شايفه اهو. الرغيف الاولاني اهو طالع بسم الله ما شاء الله، بصي روعه جدا. وادي الرغيف التاني معانا بينتفخ اهو. ما بياخدش منك ولا وقت ولا مجهود، دايما كده نذكر الله ونسمي واحنا بنعمل حاجتنا عشان حاجتنا تطلع كويسه ومبروكه ويكون فيها بركه ان شاء الله.
اهو ما خدش منك ولا وقت ولا مجهود، عملنا احلى عيش لولادنا في دقايق معدودات يعني. نقلبه على الناحيه دي مره والناحيه دي مره وخلاص على كده، وهو بينتفخ على طول معاكي اهو. بصي خبطي عليه كده عشان يكمل انتفاخ. ممتاز جدا واكتر من رائع. هقلبه على الناحيه التانية عشان ما يتحرقش مني. ان شاء الله بتشوفي العيش في منتهى الجمال والروعه، ان شاء الله يعجبك باذن الله. حاولي ما تعليش النار قوي عشان يطلع معاكي كويس. ان شاء الله ينور رضاكم ويعجبكم. ادي الرغيف التاني، ناخد الرغيف اللي بعده سريعا كده، خدهم ورا بعض بسرعه. شايفه معاكي العجين انتفخ ازاي؟ بصي اهو ما شاء الله. هقلب على الناحيه التانية. شايفه الرغيف قابل وجميل ازاي؟ اقلبه على الناحيه التانية اهو. خبط عليه عشان يتفرد من الجناب برضو اهو، ينتفخ من جميع الاتجاهات. وده اسهل واسرع عيش تاخدي فيه تاكلي بيه اي اكل ممتاز جدا ان شاء الله باذن الله. يكون حاز على رضاكم كده وانبسطتوا من العيش بتاعنا النهارده. عيش سهل وسريع وما خدش مننا ولا وقت ولا مجهود، ودي اجمل حاجه، ان الحاجات البسيطه دايما السيمبل السهله هي اللي بتبقى جميله جدا. وزي ما اتفقنا نعجنه باي حاجه زي ما احنا عايزين. شايفين؟ عايزه اوريكي العيش. بصي يعني هو لسه طالع من الفرن. بصي شايفه العيش؟ شايفه؟ بصي والله ولا اروع من كده. وهنحط رغيف تاني وانتوا معايا اهو قدامكم، ولا اروع من كده. زي ما انت شايفه كده اهو العيش ممتاز جدا. بصي اكتر من رائع، يعني عيش فاخر من الاخر ومستوي وجميل جدا اهو. ان شاء الله هنعمل الكميه كلها وهتشوفي عمل معانا نص كيلو كام رغيف. هنعدهم مع بعض، نكمل التسويه واحد واحد. جميل جدا. كل ما تسيبيه يريح بياخد خمر اكتر، بينتفخ اسرع. كل ما تسيبي العجين يريح شويه وهو متقطع وهو معجون بياخد معاكي الخمر كويس. عمليه التخمير بتكون ناجحه جدا ان شاء الله. اهو بينمل اهو، بيبدا ان هو يعمل انتفاخات صغيره، وبعد كده بيروح رافع الرغيف كله وبتقلبيه على الناحيه التانية وخلص الموضوع. ده اسهل واسرع عيش نقدر نعمله في رمضان وفي السحور. جميل جدا، مش هيخليكي تحتاجي ان انت تجيبي عيش من بره. بالذات في شهر رمضان عايزه عيش طازه وعايزه عيش طعمه حلو. حطي بقى شويه السكر، بيفرق معاكي في العيش ده قوي. وخصوصا لما نكون هناكله بقى مع اي حاجه، بيتاكل بيه اي حاجه. ولو انت عايزه بقى تعملي معاه كبده، تعملي لو نظام غدا يعني كبده، لحمه مفرومه، سجق، همبرجر، اي حاجه. شايفين الرغيف؟ بصوا بينتفخ ازاي. شايفين؟ والله انا جايبه لكم طبيعه جدا يعني اهو اهو. شايفين؟ بصوا الرغيف ما شاء الله، ولا اروع ولا احلى من كده اهو. ولا بجري فيديو ولا اي شيء، على الطبيعه الفيديو من اوله لاخره بطبيعته اهو. هقلبه على الناحيه التانية اهو. بصي شايفه الرغيف منتفخ ازاي؟ شايفه اهو؟ شايفه؟ منتفخ جدا وممتاز جدا. ان شاء الله ينور رضاكم ويعجبكم.
هنجرب العيش ده كلنا النهارده ان شاء الله ونعمله، وندعي المس هند نقول ما شاء الله وصفه سهله وبسيطه يا مس هند. وتدعوا لنا دعوه حلوه كده ان شاء الله باذن الله. الناس اللي بتغلب في العيش ودايما العيش مقصر معاها، هتعملي العيش بسهوله. خلي دايما عندك كيلو دقيق في البيت واعملي العيش اللي انت حباه. اهو بصي، عايزه تسوي عن كده سوي عادي مفيش مشكله. هو الرغيف اتفتح من النص يعني انتفخ. طبعا ممتاز جدا، وصفه ولا اسهل ولا اسرع من كده، فاخر من الاخر. ان شاء الله تعجبكم وتنور رضاكم، وهتدعوا لي الدعوه الحلوه بامر الله. هنحط العيش الباقي ونكمل. زي ما انت شايفه اهو الرغيف اتنفخ. هقلبه على الناحيه التانيه. بصي بصي بسم الله ما شاء الله. شايفه العيش عامل ازاي؟ بصي افتحيه كده ما شاء الله. بصي اكتر من رائع اهو زي ما انت شايفه كده اهو. العيش اهو اللي طلعناه ما شاء الله عليه، حاجه اكتر من رائعه. ان شاء الله تعجبكم وتنور رضاكم بامر الله. سويه زي ما انت عايزه. طلع عيش معاكي كتير وما شاء الله موفر جدا. ونص كيلو طلع لي عيش كتير جدا يعني ما شاء الله اهو. بشتغل على كده واخلصهم كلهم في ثواني، ما بياخدش مننا ولا وقت ولا مجهود اهو. نعمله على طول في رمضان في السحور وفي الفطار، وانت كده مش محتاجه اي مجهود ولا اي حاجه. يا رب تكون الفكره عجبتكم كده وخدت رضاكم. عايزه اقول لكم طلع كميه كبيره من العيش اهو، وبسم الله ما شاء الله موفر جدا وجميل. انا كده خلصت زي ما انتوا شايفين كمية عيش ممتازة جدا، والعيش اهو بيتفتح يا جماعة وممتاز جدا زي ما انتوا شايفين. طبعا سخن لسه بيطلع بخار اهو شايفين اهو. والكمية كويسة. قطعي بالحجم اللي انت عايزاه، اعمليه ممتاز جدا. مش هياخد منك ولا وقت ولا مجهود، وهيديكي نتيجة اكتر من رائعة زي ما انت شايفة. هنحطه بقى على فوطة كده عشان يفضل كويس معانا زي ما انت شايفة كده اهو. كمية كبيرة، نص كيلو الدقيق عمل لنا كمية موفرة جدا من العيش. هنعدهم ادي 1 2 3 4 5 وادي 5 يبقى 10 14 رغيف. ادانا 14 رغيف النص كيلو. طبعا على حسب الحجم اللي انت عايزاه. لو انت مقطعاه صغير زي ما انا عاملاه كده هياخد معاكي 14 رغيف. لو انت عاملاه اكبر طبعا هيقل العدد. يا رب يكون نال رضاكم وعجبكم. شكرا ليكم. اللي عجبته الفكرة ما يبخلش عليا باللايك وبالاشتراك في القناة، وما تنسوش البصمات وما تنسوش الكومنتات الجميلة. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رعاية الله.